النجمة سلوى عثمان برحب بيكي معايا النهارده. عايزه اقول لك مليون مبروك طبعا على تكريم كبير من الفنان الراحل الاستاذ محمد علي. كلميني على التكريم. طبعا انا سعيده جدا جدا ان الاستاذ عادل عمار بشكره جدا على ان هو اطلق الدوره بتاعت مهرجان اوسكار باسم بابا. يعني هو طبعا لفته جميله من الاستاذ عادل، ويعني وابويا يستحق بصراحه، يستحق ان هو يتكرم، لان هو فنان كبير فعلا، وعمل اعمال كتيره جدا، وكان قريب من قلب الناس، وقريب من كل اللي حواليه. وكمان عمل مثلا حاجات كلها دينيه ولغه عربيه، وكان طبعا استاذ في اللغه العربيه. وراجل طبعا كان الناس كلها زمايله كلها بتحبه. فانا يعني شايفه ان هو يستحق هذا التكريم، وبشكر الاستاذ عادل عليه. دلوقتي استاذه سلوى عشان ما ينفعش رمضان الا لما هي تكوني موجوده فيه. يا رب يا ما اختي، شاء قولي الله. يا رب، قولي دايما ما يا شاء رب. يا رب دايما دايما معانا. ان شاء ما شاء الله. الله السنه دي بقت يعني اعمال، وكل الاعمال واخده نسب مشاهده عاليه. لو اتكلمنا ان اكتر مسلسل قريب بالنسبه لك مين تمثيل؟ بصي حبيبتي، انا يعني اكتر حاجه عجبتني السنه دي طبعا هم كلهم حلوين، يعني نعمه حلو، محارب حلو، بس حق عرب جوايا حاسه ان هو قريب مني قوي. لانه الام دي انا كانت عجباني جدا، يعني شخصيه الام دي. يعني انا لو كنت ام، او لو ربنا كتب لي ان انا اكون ام، كنت عايزه ابقى شخصيه ماجده دي، اللي هي الست اللي هي الامومه كامله، يعني عارفه مش ناقص من الامومه دي حاجه قد كده. ليه؟ لانها ست قويه، ضعيفه بحبها، مش ضعيفه، مش الضعيفه الضعف اللي هو يودي في داهيه، لا، يعني قلبها حنين وقويه جدا، وشديده وقت الشده ووقت اللزوم، وطيبه وحنينه وقت اللزوم. مربيه كويسه جدا، يعني طلعت رجاله حتى. يعني طبعا عرب بالنسبه لها كان الراجل السند بتاعها، ابنها السند بتاعها. حتى ابنها التاني يعني حاوت شويه عن الطريق الصحيح، بس بعد كده رجع واعتذر لامه وكده. وحتى بالرغم من ان هو يعني بصي جوه حنيتها دي، انه حتى لما الولد غلط معاها في الفرح، هي برضو في النهايه ما تتمنلوش اي حاجه وحشه. فهي دي الام، مهما زعلت من ابنها، عارفه الكلمه اللي ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. فهي ست، يعني ست بصراحه مكتمله الامومه زي ما عوضي بيقولوا. قال ان استاذه سلوى عوضتني عن امي فعلا، وكنت حاسس بالمشاعر دي بيني وبينها. شفت التصوير ده ازاي؟ والله انا شفته حقيقي، عشان خاطر انا كان عوضي جوايا حقيقي كانه ابني. يعني انا الحمد لله احنا توحدنا مع بعض في الشغل، وحسينا ان احنا قريبين من بعض قوي، وحس هو فعلا ان انا امه، وانا حسيت فعلا ان هو ابني. وبالتالي انت لما طلع لك على الشاشه طلع لك شيء صحيح، يعني شيء صادق، مش حد عوضي ما بيمثل. بيتضربش، ضربتيه ازاي؟ لا، ما انا يعني خدته على اخوانا. اديتي له يعني قلم عملت ورجع؟ له في البروفا ان انا يعني ايه لذيذه قوي، وبضرب قلم خفيف وبتاع. لا بس هو عوضي فنان، يعني فاهم ان ده كان ضروره للمشهد. فلا، عوضي فنان. هو ما فيش حد هيضربني في حياتي الا القلم ده. لا لا، ده بس تاني هو قلم. افتكر بعد كده ان ياسمين ضربته قلم، بس قال لي قلم ياسمين بيلسع، انما انت قلمك بيوجع. ف لكن هو طبعا كفنان لا يرفض ان هو يعمل شغل مفيد لفنه يعني. السنه اللي فاتت حضرتك كنت مشاركه في جعفر العمده، وكان هو مسلسل الشعب بمعنى الكلمه، وكان جامع الناس. نقدر نقول ان العوضي السنه دي هو اللي جمع الناس بالشكل ده. يعني مسلسل العوضي اللي هو حق عرب كان متصدر كسب الرهان من رمضان. لا مش من رمضان، رمضان ما نزلش السنه دي. لا، وهو رمضان السنه اللي فاتت برضو كان نمبر 1 يعني. هو اصل بصي حبيبتي، مش لازم ان احنا هنموت حد عشان التاني يصحى، او ده يعيش وده يموت. لا، احنا كل دول فنانين، وكلهم بياخدوا حقهم على قد اجتهاداتهم. فازيك يا سامح؟ عامل ايه يا حبيبي؟ يا روح قلبي، ازيك؟ معلش، بس برضو سامح هقول له ازيك. فبقول لك يعني مش لازم حد هيموت عشان التاني هيعيش. كل واحد هيعيش بفنه واجتهاده الحلو. فالسنه دي كان حق عرب شفتي رمضان ازاي من غير رمضان بقى؟ يعني شفت شهر رمضان السنه دي من والله غير رمضان والله ازاي؟ يا حبيبتي، رمضان ينور في كل رمضان. ورمضان محمد رمضان يعني شخصيه جميله، وشخصيه متواضعه، ما هوش مغرور ولا حاجه، بس هو معتز بنفسه وفرحان بان هو راجل ناجح، وبرضه بيبقى ابن ليا يعني. فانا مبسوطه ان هو ينجح، ومبسوطه ان كل
الشباب اللي بيشتغل ينجح. حق عربي ونعمل افوكاتو ومحارب ما شاء الله 3 مشاركات. هل انت ممكن تقرري طالما ان انت تشاركي في كذا عمل في رمضان برضو؟ عادي عادي، طالما الادوار حلوه وعجباني، وطالما طول ما انتوا بتحبوني وعايزين تتفرجوا عليا هاجي. نورتيني يا استاذه سلمى، يا رب دايما في نجاح ودايما منورانا. ربنا يخليكي، انت منوره. كده مع الأستاذ سامح. حاضر. سامح جاهز.